انتشرت مقاطع بعد مباراة الهلال ضد فلومينيسي الأخيرة، المالكم يتشاجر مع اللعيبة، وأشوف من وجهة نظري انتهى وقت مالكم مع الهلال. بكل صراحة أنا ما عمري شفت في حياتي نادي يطلع بمستوى جيد على الأقل مثل مستوى الهلال الموسم اللي راح، ويكون في تشابك بين لعيبة الفريق مع الجماهير مثل اللي شفته في موسم الهلال الموسم الماضي. وأنا أشوف أن جمهور الهلال بدرجة أقل يتحمل، ومالكم تحديدا يتحمل بنسبة كبيرة اللي صار، لان انت كلاعب محترف، انت لاعب محترف، يعني الجمهور هم العامه وانت النجم، ولازم تتحمل الضغوطات. انت شخصيه عامه لازم تتحمل الضغوطات اللي تصير عليك. فانا من وجهه نظري اشوف مالكم ما له اي وجود السنه الجايه في الهلال، واتمنى ما عاد اشوفه بتيشيرت الهلال. الصراحه الالفاظ اللي قالها حتى ما اقدر اقولها احتراما لكم واحتراما لنفسي وللسامعين. اللي قاله شيء يعني حتى الالفاظ بذيئه مره، وانتشرت المقاطع في كل مكان، وعلاقة حتى جمهور الهلال مع مالكم صارت سيئة مرة، فبتأثر على الفريق مثل ما أثرت علاقة الجمهور مع البليهي الموسم الجاي. الشيء الثاني أنا أشوف من وجهة نظري جمهور الهلال يعني مدلع شوية، عرفتوا يعني حساس شوية. يعني أي مشكلة أي حاجة تصير، أي مستوى دروب ينزل فيه مستوى لاعب على طول يجلدونه، عكس جمهور الغربية. شفنا الأهلي يهبط، شفنا الاتحاد ينافس على الهبوط، شفنا النصر يعاني مواسم صفريه يعني بالهبل ورا بعض. ما عمري شفت جمهور من جمهور النصر يتفاصل مع لاعب من لعيبه الفريق ويرجع اللاعب يفصل عليه. شيء غريب جدا قاعد يصير في الهلال. فحتى جمهور الهلال انا اشوف انه يتحمل بنسبه كبيره، يعني هم عندهم انفعال زايد. انا احس البعض منهم يعني من عامه الناس اللي ما لهم في الكوره، فايش في صاير تنت الهلال يلا نروح نشجع الهلال. فاتمنى ما عاد اشوف اللقطات مثل هذه، لان هذا لاعب يمثل فريقك، لابس تيشيرت عليه شعار فريقك. فكيف انت يعني تجي تسبه وتشتمه؟ يعني مثل اللي صار مع البليهي، نفس اللاعب مالكم الموسم اللي راح هو وسافيتش. فحتى الجمهور يتحمل ولو بنسبه 5%، ومالكم يتحمل اللقطه بنسبه يعني 95%. كلنا شفنا جمهور الهلال كيف صفق العمر السومه. يعني جمهور الهلال ما صفق العمر السومه عبث، مع انه كان في الاهلي وسجل اهداف وحسم بطولات على الهلال، الا انه كسب حب وموده جماهير الهلال بالاحترام.